خلات والله العظيم غير نروح نتخلى في حياتي. عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملء كل جنان ذكرى كل لسان، بالروح بالجسد هب فتاك لبى نداك، في فمي ورد دمها وكثر نور ونار. إخوتي هيا للعلا سعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعب الله الوطن الملك. إذا هذا نهار كبير سي محمد وسي عبد الكريم. حنا في الضيافة في مكناس عند الأخ سي محمد ضبيع محمد. بالنسبة لنا حنا الأسرة غنية عن التعريف، ولكن على المجتمع المدني المغربي اللي كيطلبني دائما في القناة ديالي باش نقدموا فكرة عن الأسرة تحت الوحدة الترابية، اللي في اسمح لك انا في الحقيقه ضحاو الغالي والنفيس خاصه بالشباب ديالهم. وفي نفس الوقت هذه رساله، ولو انها هي الخاتمه، ولكن غادي نسبق الاحداث. هذه رساله للمخيم الدل والعار، الاخوان ديالنا المحتجزين بتندوف اللي كانوا كيقولوا لنا ديالكم غادي تمشيو تبقاو تنعسوا في الشارع. حنا كنعسوا في الشارع، حنا في الخير ديالنا الحمد لله. الخيرات الحمد لله. احنا جنود عاديين في القوات المسلحه الملكيه اللي كنا اسرى بتندوف. احنا عايشين كما ينبغي ولله الحمد. كنطلبوا من الاخوان المحتجزين اللي راهم مازال تم باش يلتحقوا بارض الوطن، كيف كنقولوا بالفرنسيه افون كي ني سوا طار، سينو راه غادي تسد الباب. وانتم على علم بان الايام او الاشهر القادمه ان شاء الله صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله سيقوم بزياره الى مدينه العيون لاحياء الذكرى ديال المسيره الخضراء ولطي الملف نهائيا. اذا بقات لكم هذه المده اللي كانت ترامب عطاها لكم وكمل عليكم الملك، دخلوا لبلادكم ان الوطن غفور رحيم. وانتم بدرايه وعلم على عمر حضران، ابراهيم حكيم، ايوب رحمه الله والحبيب، جموله بنت بيه. هادو انا بالنسبه ليا ولا حنا كاسرى اللي كانوا في الضفه الاخرى مخيم الدل والعار واللي كانوا كيترأسوا مما يسمى بجمهورية تندوف، إن الوطن غفور رحيم، التحقوا بأرض الوطن، يعيشون كأمراء وكملوك. أنا أقولها وأتحمل المسؤولية، أقولها وأتحمل المسؤولية. وهنا أنا ذكرت غير واحد القمة. أما إلا بغينا نذكروا الجنود ديالكم، منهم علي سالم الروبيو، منهم النعمة، منهم العينين، هادو جنود اللي كانوا حراسة بتندوف والتحقوا بأرض الوطن، راهم عايشين بالوتة ديالهم. كيف تقولوا نتوما صحويين ممكن ناعمين بسيارتهم بالوتة ديالهم براتبهم الشهري بوظيف. إذا ماذا تنتظرون؟ تطبيق بالمجان موجده لكم الدولة، وكاين لقاءات مع جماعات صحراوية مع الأطر والحكومة المغربية باش يكون السكن والتطبيق لمخيمات الدل والعار. المحتجزين الذين هم محتجزون تما خصكم تعرفوا واحد القضيه، بان راكم قنطره، وهذه قلناها وزدنا قلناها، دايركم الجزائر من اجل المحيط. المحيط ما حد المغاربه حيين راه ما غاديش تدوزوا الجزائر الا بالقوانين والشروط ديال المغاربه. المحيط ما غاديش تدوزوا الجزائر ما حد الحكم العز ديال شي ريحه وشي سميه كيحكموا الكراغره الذين لا يريدون ان يستوعوا من سبات نومهم. اخ ضبيع محمد، شكرا على الضيافه. اخ عبد الكريم شكرا. احنا انا والاخ عزيز، عزيز تو راه في مكناس. انا جيت مدينه وجده كما وعدتكم في الحلقه الماضيه. التقينا في واحد اللقاء اللي كانوا بريف مع السي محمد ضبيعي وعبد الكريم في القهوه، كان ضجيج. السي محمد ضبيعي في جعبته الكثير كثير. علاش؟ لان مر على سكه الموت، وماشي غير هو، بزاف ديال الاسرى، ولكن واحد الطبقه معينه من الاسرى. الاسرى كلهم الحمد لله انا اقول 98% كلهم كانوا رجال
2% راني كنهضر عليهم اللي ماشي رجال، ولكن دابا كنهضروا على الناس اللي حاولت وهي فم اللفعه كي تلتحق بارض الوطن، هربت دارت محاوله فرار. سي محمد الضبيعي دار محاوله فرار، ولكن للاسف نظرا ربما للمناخ، ربما للتضاريس، ربما اشياء اللي انا ماشي انا اللي غادي نشرحها، ولكن هو عاد غادي يشرح لكم كيفاش هرب وكيفاش حتى شدوه وكيفاش حتى سلخوه. وتبقى الكلمه للاخ محمد الضبيعي. الاخوان راهم بشوق واشتياق ينتظروا الحلقه ديالك، لان المره الفايته كنا تكلمنا غير شويه ووعدتهم باش نجي عندك من بعد يومين، ولكن كانت ظروف والتزامات اللي انت راك عارفها والاخوان، كانت وقعت وفاه الى اخره، اي واحد مات الله يرحمه برحمه الله. تفضل راه الاخوان كيسمعوك. شكرا الحاج عبد الله سمير، شكرا للاخوان، مرحبا بكم. هذه كما قالوا لي لا صله شويه بالجهد باش هذه لا صله رحم بيناتنا، وما زالت تكرر ان شاء الله ان شاء الله عده مرات، والحمد لله على كل حال. يا اخوان السلام عليكم. انا الضبيعي محمد، اسير حرب سابقا عند جبهه البوليزاريو. تأثرت سنة 1989 بالضبط 7 شهر 10 1989. كتب عليا الله قبل ما نجاجي، ما كنتش نحمل كاع باش الاسم ديال العسكري، ولكني مكتب الله هو هذا. جاجيت ودوزت اللي دوزت في المغرب حتى جبرت راسي مقبوض عند البوليزاريو في سنة 1989. منين تقبت الحاجه الوحيده اللي كيفكر فيها الاسير وهي الهروب. شحال وانا كنفكر وتلاقيت مع الاخوان اللي سبقوني، كنسولهم، كناخذ معلومات من هنا ومن هنا. تقريبا خمس شهور اللي دوزت وانا كنسول على هذه الحاله هذه، واتفقت مع بعض الاصدقاء على اساس باش نقوموا بعمليه فرار. وفعلا وجدنا راسنا، غير الوقيته اللي غادي ننطلقوا ما ضربناش الحساب على ان الاسرى كلهم باغيين يهربوا. الوقيته اللي خرجت انا درسنا القضيه كي غادي نخرجوا، كيفاش غنقزوا الصوار وهذا. ساعات شي مركز لا مركز ديال اللي على جنب المركز ديال الرابوني، مركز الرئيسي. منين نقزت انا الاول، الجوج اللي متفق معاهم شافونا الناس الاخرين اللي الاصدقاء الاخرين ديالنا كلشي باغي يخرج وينقص. هذوك الجوج اللي معايا داروا من نقص، داروا على اساس بانهم يكثروا الهذا، داروا هما من نقص. لقيت انا راسي بوحديتي على برا، كنتسنى ما يجي يتبعوني هذوك الجوج اللي متفق معاهم. تقريبا قرابه 10 ديال الدقائق، و10 دقائق راه تحسب لها عام باش تخرج انت هارب وتنقز السور وتسنى على برا. 10 دقائق راه بالنسبه لي انا عام. صافي قلت انا هادو يمكن خافوا ولا وقعت شي حاجه، لقيت راسي بوحدي. لا اله الا الله. شديت الطريق، درت بين عينيا تندو في المدينه، الضوء ديال المدينه، وشديت اتجاه قرابه 23 كيلومتر. 23 كيلومتر مشيتها كامله بخطوه رياضيه، وانا في داك الحاله هذيك مازال الصحه ديالي الكامله. يلاه 5 شهور باش تقبضنا، يعني مازال عندي القوه البدنيه والعقليه والجسمانيه كلشي مازال على كما قالوا الولا على احسن ما يرام. المهم شديت الطريق، منين وقع الغوات مورايا شكون اللي يخرج ما شكون اللي يخرج شكون اللي ما يخرج. تبعوا لي واحد جوج انا كنعرفو ولكني ما متفقش معاهم. ممكن تقول لنا الاسماء ديالهم؟ لا الاسم واحد سميتو الوكيل العلال، وواحد بوعرفه محمد. تبعوني ولكني حتى هما منين نقصوا كل واحد شد الطريق بوحدو. هما تبعوا منين عاقوا بهم فطنوا ليهم البوليزاريو، تبعوا الاثار ديالهم شدوهم مع الوحده، ما بين الوحده ونص ديال الليل تبعوهم شدوهم. انا الخطه ديالي اللي رسمت ديريكت للمدينه ديال تيندوف. قبل المدينه كاين المطار، والجنب ديال المطار مفرشينو بالكاياس على حساب باش العافيه ما تتشعلش ولا شي حاجه. تمشيت انا قبل المطار، مشيت كاع للصفي ديال العجر وتبعت الكرياج ديال لافياسيون اللي مفرش بالكاياس، يعني تلفت لهم الزرار اثار ما لقاوهاش. كيمشيو حتى لبلاصه واحد الشعبه واحد الواد كيتلف لهم الاثار، كيقولوا راه الخدمه باغينا
وانا راني درات من المدينه ديال تندف وفتنا ليه. هما البوليزارو ملي كيهرب لهم شي واحد كيعلموا الجزائريين. الجزائريين اش كيديروا؟ كيطلقوا الرادار ديالهم، كيكون الرادار ديالهم في الاتجاه ديال المغرب، كيردوه عكس كيردوه للداخل باش كيشدوا ردوا الرادار ديالهم، كيشدوني الرادار راني فين غادي. كيصيفطوا قدامي واحد لوندروفير بالحراسه ديالهم، ووحده جايه من اللور تابعاني غادي يلاه تقريبا بالضبط 24 دقيقه ديال الصباح، حتى كنلقى قدامي راجل عسكري كيقول لي الت. وقفت كندير هكا، كنلقى واحد عاوتاني بعيد عليا تقريبا بواحد 100 متر بالكالاش كيارمي الكالاش باش يسمع لي. كنوقف قال لي هذاك اللي قدامي تاع على ركابك. طحت على ركابي، قال لي هز يديك الفوق، اللي كيقولوا هما صحراء رشد يديك الفوق. رشدت يدينا الفوق عليتهم، جا كيقلبني ما لقى عندي حتى شي حاجه. عاد ديك الوندروفير جاي فيها كراد كابيتان ديالهم، كابيتان ديال الجزائر. وهذاك الكابيتان ديجا شفناه عند البوليساريو في لونكيت، دوزنا لونكيت، عقلت عليه منين دوزنا لونكيت عند البوليساريو ما عندنا غلط. شدوني قلبوني ما لقاو عندي حتى شي حاجه. انا كالح بالعطش مع الخوف مع الحاله النفسانيه لا يرتلع. عطاوني واحد الجلده ديال الحليب ديالهم، جلده فيها تقريبا لتر، شربتها مع العطش. هزوني داروا لي المينوط، طلعوني لذاك لوندروفير، كروشاو المينوط في لوندروفير، جوج ديال 4 الحراسه معايا، جوج من هنا وجوج من هنا، واللي عنده لارم للقدام مع الشيفور هو وداك القبطان. يلا حتى وصلنا للمدينه ديال تندوف لداخل. كيدخلوني شي حاميه ديال العسكريه ديالهم في السجن ديالهم. دخلوني لذاك السجن، جابوا لي واحد طاس كنقولوا حنا بالارمي كار عامر بالقهوه والحليب، وواحد 4 ديال الباكيطه غتقص به بوحدي، لحقاش انا ميت بالجوع والحاله النفسانيه قلت لكم لا يرتلع. اذا كحلقه اولى غادي نبقاو هنا السيد ضبيعه محمد، ومن بعد ما تنسى ما تقول غادي نزيدو نستمروا ولا بد ضروري. والاخوان بقاو معنا دائما في الاستماع. هناك شهادات اللي هي من عين المكان، من الناس اللي طرا لهم هذا الشيء، والتحقوا بنا في الحلقه الثانيه. السي مصطفى بقاو معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.